قلت لك والله العظيم انا ما جاهز يا اخي. هي لكن المده ما طالت 7 سنين السرج انا كبرتك عن عروقي دي مرقت كيف 7 سنين. اصبر لي والله كلها سنتين. انت قال انا ناقصني شنو؟ ها ما ناقصاني شويه شيله وشوكه وسد مال بس يعني. شيله منك ابو الشباب والبيت كلامها صح. يا اخي موضوعك طويل يا ناي يا اخي تمنيها من حق البيت دي تزرزرك ومن حقك تنزرزر ليها. يا زول التمنيه يا زول. ما تفرفر يا زول انت عديك قاعد افرفر. بتفرفر بسالتك سؤال مباشر يا اخي. ردوا يا اخي ردوا. قلت لك ابقى زول شجاع وامشي من البيت دي يتقدم ليها. يا اخي تتدخلك شنو يا ما اخي؟ تتجرجر. قوم على هيلك قوم غلط قوم. امشي على دربك ده تمشي لابوها ها وتخلي الكلام الفارغ. فاهم الكلام ده ولا ما فاهم؟ خلاص جيب السكرين ده كفاك. ومن دربك ده تمشي لابو البيت دي. كان داير زول يمشي معاك ويمشي معاك انا. ها فاهم؟ علي جرى. ناس البيت السلام عليكم. ناس البيت ترمينا كابكم. ترميه مرحبا شرفنا يا اخي. شرف الله مقدارك يا خال. يعني حقيقة الواحد يتشرف يعني جاكم في البيت والناس يعني دائما اقول لك اتوا البيوت من ابوابها. يعني ما تجي باللفه تجي دغري. طالما الزول جاي في عمل خير وعمل الخير لازم يهتم. نعم. من لصق راسين في الحلال فما خسر يعني. الحقيقة الليلة اللي يعني جينا ان شاء الله نخطب بنتكم المصون. دخلت حسي دي لولدنا اللي كان معاه في الحدايق. بنتي انا دخلت الساعة لولدكم اللي كان معاه في الحدايق. انت متاكد انك جاي تطلب يد بنتي؟ دخلت حسي دي مش بنتك هاي بس دارينا لولدنا اللي في الحدايق ده كان معاه. مبروك يا سلمى يا بنتي. مبروك لشنو يا امي؟ يا خطيب. خطب شنو يا امي؟ انا اكمل تعليمي. هاي بس قديمة كلها كان بتقول القديم. حمد الله يا بنتي على سلامة فكبورتك. انا باينه يا امي؟ بورت السواد والرمال. والله يا امي كلامك ده برضه فيه وجهة نظر. انت جاي تطلب راسين بالحلال، ده تجمع راسين بالحلال، ما بتعرف ولا راس فيهم؟ انت متاكد انك طبيعي يا زول؟ يا خال عاقل انت يا زول؟ يا خال العريس راسين في الحلال داير مثل الكوراك والجوطة وقومة النفس دي. يا اخي نفرين يتلاقوا ويتعارفوا وحاموا مع بعض ولفوا وكان سووا حدايق وحواموا في الكافيتريات. يعني في النهاية الناس زيهم زيك ده بيتم الموضوع يعني. وانا علي الطلاق ما داخل في الموضوع ده الا بس لوجه الله داير بس حقة الله كده بس تقول خير. عليك تقول يا اخي اسمع كلامي يا اخي كده يقول خير يا اخي ما تكسفوني يا اخي. الناس دايرين بعض يقولوا في الشعر وانا عليك اللي تقول خير. قول خير قول خير خير. كده نادي انت قد دخلت هسه دي. يا سلمى سلمى يا بنت سلمى. نعم يا ابوي. تعالي. والله ناس يحبك والله يحبك والله رومانسي. نعم. كيف يا سلمى؟ اضربي الولد اللي كان معاك ده وقولي له تعال.
يا بنت الولد اللي كان معاك اللي كنتوا مرقتوا مع بعض. يا بنت الولد اللي كان معاكم في الحدائق ومعكم في النجيله. الولد المشهد طلعت في الساقي وحتى انت نزلت من الساقي عدرت لك الطوبه ومسك وقال لك سلامتك وقال لك شعر وقلت له حسيت انت كتبته انت ولا انا قال لك كتبته فيك. الولد ذاك اللي تكشحت من المويه وقعدت انا كنت قاعد وراهم. سلمى اضرب الى الولد اللي كنت معه في الحدائق. الو عمل الخير ده ربنا بتمه يعني. الحياة بتمشي يعني الصيوخ وبيستاهل بتمر وبيستاهل وما الحياة تجي بأسوان. قال ما بيقدر يجي. شنو؟ ما بيقدر يجي. منو قال ما بيقدر يجي؟ اديه التليفون ده جيبي. والله كلام. اسمه منو؟ يجي حسع عليه الطلاق جيت ما جيت انا بعرف يجيبه كيف. يا ابو سلمى ابو سلمى يا ابو سلمى تعال تعال يا سلمى سلمى تعال اهاجنا ده نسيبك دي عروسك دي شكلها نسيبتك وانا ملصق راسي في الحلال والمأذون ضربت لي ووصفت لي البيت بيجي عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلمى انا ما فاهم حاجه والله. انا فاهمه حاجه.